بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، شعب مصر الصامد، التحية والتقدير والاحترام ليكم جميعا. أتحدث إليكم اليوم في لقاء أنا حريص على أنه هو يتكرر كل شهر على الأقل. نتكلم على كل الأمور اللي تهم مصر وتهمنا كلنا، ويبقى ده لقاء معاكم كلكم بشكل مباشر من غير وسيط. أبدأ كلامي بتوجيه التعازي، بعزي كل المصريين فأبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وأبنائنا اللي سقطوا في أحداث استاد الدفاع الجوي، وتوجيه التعازي على شهدائنا اللي سقطوا في ليبيا. شهدائنا دول أبرياء وذبحوا أثناء عملهم، راحوا ببساطة خالص يشتغلوا عشان يجيبوا لقمة عيش لأسرهم. كان عمل كبير قوي شنيع ضد مصر وضد أبنائها. ما كنتش أقدر أقدم التعزية أبدا إلا لو قواتكم المسلحة قامت بالثأر وبمنتهى الحسم والقوة. كان ممكن تاني يوم الصبح أروح الكاتدرائية وأقدم العزاء. إزاي؟ قواتكم المسلحة قامت بما ينبغي أن تقوم به ردا. أنا بقول ردا، نحن لا نعتدي، لا نهاجم، لا نغزو، إنما احنا بنحمي بلدنا وبنحمي شعبنا. وأنا قلت أثناء زيارتي للمنطقة الغربية، رد فعل قواتكم المسلحة وتوجيه ضربة ردا على هذا العمل كان محل تقدير كل المصريين والأشقاء العرب وكتير من دول العالم. شافت إن ده رد فعل كان لازم، وبالسرعة ديت وبالقوة ديت. أنا بأكد إن إحنا جيش لا يعتدي على أحد ولا يغزو أراضي أحد، وإن إحنا كنا دايما خلال السنين اللي فاتت وحتى الآن كنا بنحافظ على حدودنا من داخل حدودنا، يعني بندافع عن أرضنا من داخل أرضنا. ما حصلش أبدا إن إحنا اعتدينا أو غزينا. بأكد الكلام ده وبكرره تاني دلوقتي وأنا بتحدث إليكم، لأن ده قيم موجودة لمصر وللمصريين المسلحة. تم توجيه ضربة ل 13 هدف. دي أهداف تم دراستها بدقة واستطلاعها بدقة وجمع البيانات والمعلومات عنها وعن اللي جواها بدقة وأماكنها بدقة. بقول كده ليه؟ عشان محدش يفتكر إن إحنا بنقوم نوجه ونعمل أعمال عدائية ضد مدنيين. هقول لكم أمر أول مرة أتكلم فيه في العلن. يعني في رمضان كانت عناصر إرهابية بتفطر بعدد ضخم، لكن تم إيقاف الضربة عشان كان في أطفال ونساء موجودين ضمنهم. أنا بقول الكلام دوت عشان الناس تبقى عارفة إحنا بنتعامل مع الأمور دي إزاي، وصبرنا وحلمنا والقيم اللي إحنا بنعتنقها وبننفذها إزاي. اتصل بي الأشقاء العرب كلهم، جلالة الملك عبد الله ملك الأردن قدم التعزية، شعب وحكومة وقيادة، وأكتر من كده قال قول لي أبعت قوات إيه عشان نجابه الخطر ده. طبعا رد فعل رائع ومقدر، وأنا شكرته الحقيقة. قلت له يعني أنا بشكرك وبشكره دلوقتي من خلال هذا اللقاء. وعايز أقول لكم برضو إن
أشقائنا في السعودية وفي الإمارات وفي الكويت والبحرين كلهم كان موقفهم نفس الموقف ده. والشيخ محمد وهو بيتكلم معايا كان بيقول لي ايه القوات اللي انا ابعتها عشان احنا مع بعض. وده صحيح. الحاجة لقوة عربية موحدة كل يوم بيتضح انها اصبحت اكثر الحاحا، ضرورة ملحة، لان التحديات اللي بتقابل المنطقة ودولنا تحديات ضخمة جدا، هنستطيع ان احنا نتغلب عليها لما نكون مع بعض. انا بوجه التحية لقواتكم المسلحة على الجهد اللي بتعمله، مش بس في المنطقة الغربية. احنا لما رحنا المنطقة الغربية كان فرصة للمصريين يعرفوا ان قواتهم المسلحة بتعمل ايه هناك. الكلام ده ما اتعملش في اليومين اللي فاتوا. قواتكم المسلحة موجودة في الاتجاه الغربي وديكم شفتم، والاتجاه الشرقي في اتجاه سيناء وديكم شفتم، وكمان مع حدودنا الجنوبية. قواتكم المسلحة لا تعتدي، قواتكم المسلحة لا تغزو أحد، إنما تحمي شعب مصر ومصر، وإذا تطلب الأمر المنطقة مع أشقائنا العرب.